مش حصلك قبل كده إنك تكون بتتكلم مع حد وكلامه حاجة وإحساسك بيقول حاجة تانية خالص؟ تحس إن في رسالة مستخبية ورا الكلام، يا ترى إيه اللي بيكشف الحقيقة دي؟ الإجابة ممكن تكون قدام عينك حرفياً في لغة الجسد. طب هل ده بجد يعني ممكن فعلا نقرا اللي قدامنا زي الكتاب المفتوح؟ القدرة دي لوحدها كفيلة تغير طريقة تعاملنا في الشغل، في حياتنا الشخصية وفي كل حاجة. السؤال هو هل ده ممكن فعلا؟ خلينا نشوف. الجملة دي فيها الخلاصة كلها. مهما حاولنا ننمق كلامنا ونختار ألفاظنا، جسمنا ده له قصة تانية بيقولها، إشارات بتتسرب من غير ما ناخد بالنا، وهي دي الخيوط اللي هنمشي وراها عشان نعرف الحقيقة المستخبية. الكلام النظري حلو، بس عشان الموضوع يثبت مفيش أحسن من قصة حقيقية. تعالوا ندخل مع بعض غرفة تحقيق ونشوف إزاي محقق قدر يكشف سر خطير جدا بملاحظة بسيطة قوي. تخيل معايا المشهد. جوه غرفة التحقيق قاعد محقق قدام شخص متهم في قضية كبيرة. كل كلمة بتتقال محسوبة، وعين المحقق على كل حركة، بيدور على أي ثغرة، أي خيط. كلام المشتبه فيه كان مثالي، هادي وواثق ومنطقي، يعني لو قفلت عينك وسمعته بس غالباً كنت هتصدقه على طول. لكن المحقق ما كانش بيسمع بس، كان بيتفرج على القصة التانية اللي بيحكيها جسم المتهم. وسط كل الثقة اللي بيحاول يظهرها دي، كانت في حركة صغيرة بتفضح كل حاجة. إيديه كان بيفرك صوابعه في بعض بشكل متكرر. حركة لا إرادية وبسيطة جدا، لكنها كانت كفيلة إنها تكشف كل التوتر اللي جواه. اللي المحقق شافه ده له اسم علمي، سلوك التوتر غير اللفظي. الفكرة هنا إيه بقى؟ إن الكذب ده عملية مرهقة جداً على المخ، والمخ وهو مشغول إنه يألف القصة الوهمية دي بيفقد السيطرة على الحركات الصغيرة اللا إرادية، وساعتها الحقيقة بتتسرب. القصة اللي فاتت دي بتورينا إن المفتاح كله في قوة الملاحظة. طيب نلاحظ إيه بالظبط؟ خلينا نبدأ بأهم نافذتين بيكشفوا أي حد: العيون وطريقة وقفة الجسم. بيقولوا العين مرآة الروح، والكلام ده حقيقي. هل الشخص بيبص في العين مباشرة بثقة، ولا نظرته تايهة وبتهرب، ولا يمكن بيبحلق قوي لدرجة تخوف؟ كل نظرة ليها معنى، لكن خد بالك، إشارة واحدة لوحدها مش دليل قاطع، لازم تكون جزء من الصورة الكاملة. وقفة الجسم دي عاملة زي الباب، يا إما مفتوح ومرحب بيك، يا إما مقفول وبيقولك خليك مكانك. لما تلاقي حد إيديه مفتوحة وجسمه ناحيتك، دي علامة انفتاح وثقة. أما بقى اللي مكتف دراعاته أو واخد جنب، فهو كأنه بيبني سور شفاف بينك وبينه. لحد هنا والكلام ممكن يكون متوقع شوية، بس اللي جاي ده بقى هو اللي ممكن يقلب كل المفاهيم. اكتشاف غريب جدا طلع من تجربة نفسية شهيرة جدا. التجربة كانت بسيطة قوي. باحثين بيراقبوا اتنين بيتكلموا، واحد بيقول الصدق والتاني بيكذب، وكان التحدي هو يا ترى ايه هي الإشارة اللي هتفضح الكذاب. الطبيعي إننا نتوقع أن اللي بيكذب هيتحرك كتير، هيتململ، هيبان عليه التوتر، صح؟ أغلبنا هيقول كده. لكن المفاجأة كانت إن الإشارة اللي فضحتهم كانت العكس تماماً. أيوة بالظبط كده، اتحركوا أقل. ودي ملاحظة عبقرية. الكذب مجهود ذهني جبار، المخ بيشتغل بأقصى طاقة عشان يبني القصة المزيفة ويحافظ عليها، فبشكل لا واعي بيعمل زي إيقاف مؤقت لحركات الجسم اللي ملهاش لازمة عشان يوفر طاقته وعشان يتجنب أي حركة عشوائية تفضحه. وهنا معانا سلاح تاني قوي جدا: كاشف الابتسامات. المرة الجاية لما حد يبتسم لك، ما تتخدعش ببقه بس، ركز على زوايا عينيه. لو لقيت تجاعيد خفيفة ظهرت حواليها، دي اسمها ابتسامة دوشان، ودي ابتسامة حقيقية طالعة من القلب. لو العيون ثابتة وما بتتحركش، فدي غالباً مجرد ابتسامة مجاملة. طيب عرفنا دلوقتي شوية أسرار وإشارات. إزاي بقى نجمع كل القطع دي ونشوف الصورة الكاملة في موقف حقيقي؟ يلا بينا ندخل اجتماع شغل مهم ونطبق اللي اتعلمناه. تخيل نفسك قاعد في الاجتماع ده، مش كموظف عادي، لأ، كمراقب خبير. مش بتسمع الكلام اللي بيتقاله بس، لأ، أنت بتتفرج على الرواية الصامتة اللي بتحصل تحت السطح. هنا بقى بتبان قوة الملاحظة. عينك بتروح على زميلك ألف، تلاقيه ماسك القلم وبيضغط عليه جامد، دي علامة قلق. تبص على زميلك به، كل ثانيتين بيعدل قعدته، ده توتر واضح. وتيجي لزميلك جيم تلاقيه ساكن، ساكن زيادة عن اللزوم، سكون الكاذب اللي بيحاول يسيطر على كل حركة. كلها رسائل صامتة بتكشف اللي ورا الكلام. بعد كل اللي سمعناه ده، ممكن حد يفتكر إن قراءة لغة الجسد دي قدرة خارقة أو موهبة خاصة، والحقيقة إنها أبسط وأعمق من كده بكتير. دي مش سحر، دي مهارة.
الموضوع كله عبارة عن ملاحظة وتمرين، زي أي مهارة في الدنيا. كل ما هتمرن عينك إنها تلقط التفاصيل الصغيرة دي، كل ما هتبقى أحسن في فهم اللغة الصامتة دي. وما تنساش القاعدة دي أبداً، الجسم بيفضح اللي العقل بيحاول يخبيه. وهي دي الخلاصة النهائية. لو عايزين نفهم الناس اللي حوالينا بجد، لازم نفتح عينينا ونشوف الصورة الكاملة، مش بس نركز في الكلام اللي بيتقال، لأن الحقيقة معظم الوقت بتستخبى في اللي مش بيتقال.